الناس اللي عايزه تسافر كوريا، اذا كان بقى عن طريق منحه او عن طريق جهه حكوميه، شهادات تطوعيه، كل ده هيكون سبب رئيسي في ان انت تسافر كوريا. فلو انت عايز تعرف ازاي تسافر كوريا لازم تتابع الفيديو ده. انيون، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير سالتني عن الشهادات الطوعيه، بما اني عملت لكم الفيديو اللي فات عن المنح، ولو حد ما شافش الفيديو اللي فات يدخل يشوفوا فيديو ازاي نقدم على منحه كوريه مجانيه 100%. قلت لكم في الفيديو اللي فات طيب ان الحاجه اللي بتزيد فرصتنا في المنحه هي الشهادات التطوعيه. فكتير منكم سالني في الكومنتات ايه هي شهادات نجيب الشهادات التطوعيه دي ازاي؟ طيب نعمل ايه؟ فانا قررت ان انا اجاوبكم واعمل لكم فيديو عن الشهادات التطوعيه اللي انا اخدتها، او عامه عن الشهادات التطوعيه اللي تقدروا تقدموا فيها على منحه، على دراسه، على شغل، على حاجات كتير. يعني في فرص معتمده من السفاره الكوريه ومن جهات حكوميه زي كوريا نت، كانفلونسر، الداعم الرقمي للسفاره الكوريه. وانا في الفيديو ده هعرفكم اهم 3 شهادات تطوعيه تقدروا تاخدوهم من السفاره الكوريه او الجهه الحكوميه الكوريه. الفرص دي بتزيد فرصتكم في الشغل في كوريا، في الدراسه او المنح في كوريا عامه، في السفر لكوريا. اول شهاده معانا هي شهاده الداعم الرقمي للسفاره الكوريه. طبعا اغلبكم اللي متابعني هنا على اليوتيوب عارف ان انا بشتغل حاليا مع السفاره كداعمه رقميه. الداعم الرقمي ده هو شخص بينشر الثقافه الكوريه بالتعاون مع السفاره الكوريه، يعني يكون بينزل فيديوهات على الانترنت، بيكتب مقالات، بينشر الثقافه الكوريه بطريقته، بينشر فعاليات زي الايفنتات بتاعت المركز الثقافي. اي حاجه تخص الثقافه الكوريه من محتوى بينشره على الانترنت يقدر انه يقدم في الداعم الرقمي. طيب لما بنقدم بنملى الاستماره اللي بتنزلها السفاره الكوريه على البيج بتاعتها، وبعد ما بنملى الاستماره طبعا الاستماره بتبقى بنكتب اسمنا ورقم تليفوننا، عناويننا والكلام ده كله، وبنكتب اهدافنا وبنحط لينكاتنا، لينك القنوات بتاعتنا، الحاجات اللي احنا بننشرها على السوشيال ميديا، وهو ده نشر الثقافه الكوريه اللي هيثبت لهم ان انتوا بتنشروا الثقافه يعني عامه. وبعد كده بعد ما بنملى الاستماره دي بنستنى ان هم يبعتوا لنا الايميل ده، ان هو لو بعت لك انت اتقبلت من ضمن الناس اللي هتعمل انترفيو. لسه انت ما اتقبلتش، انت لسه هتروح تعمل انترفيو، وبناء على الانترفيو دي تحديدا يعني هنعرف اذا كنت هتتقبل. هيبعتوا لك ايميل بعدها اذا كنت هتتقبل ولا مفيش توفيق وحد تاني اتقبل. بس ده مش معناه ان احنا نيأس، احنا ممكن نقدم السنه اللي بعدها وان شاء الله اكيد هيقبلونا في وقت ما. بس نكون حريصين على اننا نكون بننشر الثقافه الكوريه على الانترنت او عن طريق مقالات، ايا كان هتنقلوها ازاي، المهم ان انتوا تنشروها على الانترنت. بس هو ده الداعم الرقمي للسفاره الكوريه، وطبعا بناخد عليه شهاده، والشهاده اهي. دي الشهاده بتاعت الداعم الرقمي، احنا اتقربنا واخدناها بما اننا دلوقتي بنشتغل كداعمين رقميين في السفاره، وبننشر الثقافه الكوريه وبنعرف الناس اكتر عن الثقافه الكوريه. ودي الشهاده اللي هتاخدوها من السفير. الشهاده دي طبعا مهمه جدا لانها بتفيدنا في المنح، في السفر، في حاجات كتير قوي، يعني هي شهاده مهمه. طيب الناس هتسالني امتى بينزل التقديم وكده؟ لازم تتابعوا البيج بتاعت السفاره الكوريه اول باول، علشان كل حاجه بتنزل على البيج دي هتعرفوا المواعيد وكل التفاصيل. وان شاء الله اول ما مواعيد الدعم الرقمي ينزل السنه الجايه هكون انا من اول الناس اللي بتقول لكم ابتدوا قدموا في الدعم الرقمي للسفاره الكوريه. طيب بما اننا خلصنا خلاص الدعم الرقمي، ندخل بقى على الشهاده الثانيه وهي كانفلونسر. كانفلونسر ده بتبقى فرصه بيقدمها الحكومه الكوريه لمؤثرين، يعني الانفلونسر كتير حوالين العالم. هو برنامج احنا من خلاله بنقدم ونقدر ننشر الثقافه الكوريه عن طريق الفيديوهات. يعني لو انت بتقدم فيديوهات على اليوتيوب، على اي منصه اخرى، تقدروا تقدموا في كانفلونسر بس للي بيصوروا فيديوهات. كانفلونسر ده برنامج احنا بنشارك فيه، بنبعت لهم برضو بنفس النظام تبع السفاره الكوريه او مركز الثقافي الكوري، بينزلوا امتى موعد التقديم على برنامج الكانفلونسر. وبرضو هو موقع بندخل عليه، بنملى الاستماره، برضو اسمنا وكل الكلام اللي قلت لكم قبل كده واهدافنا، وبنحط اللينكات بتاعت القنوات بتاعتنا او البيدجات بتاعتنا اللي احنا بنصور الفيديوهات وبنرفعها عليها عشان يشوفوها. وبعد كده بتستنى لحد ما الايميل يجيلك بان انت اتقبلت في الكي انفلونسر، وبتدخلوا بقى بتبقى جروب كده على الفيسبوك، هما بيبقى بعتلكوا في الايميل وكل حاجه التفاصيل.
تبتدوا تنشروا الثقافه الكوريه عن طريق الفيديوهات. هو ده الكي انفلونسر. بالنسبه للشهاده بتاعت الكي انفلونسر فهي دي الشهاده، دي شهاده تطوعيه من الحكومه الكوريه. والكي انفلونسر ده فرصه حلوه جدا ان انتوا تقدروا تنشروا من خلاله برضو الثقافه الكوريه. طبعا ده ضيف معانا كل فيديو تقريبا بقى بيحب يطلع في الفيديوهات بتاعتي بالمنظر ده. في بقى ملحوظه لازم تركزوا فيها قوي بعد ما تقدم في كي انفلونسر وكده. طبعا بيبقى عندك مهام ان انت تنزل الفيديوهات على الانترنت وكده، وبتشوفوا بقى طبعا هم هيقولوا لكم تعملوا ايه وبتعملوا الكلام ده. طبعا لو انت طبقت الشروط اللي هم بيقولوها كلها صح وعملت كل اللي هم عايزينه صح، محدش عارف، ممكن على اخر السنه تلاقي نفسك بتسافر، لان هم بيختاروا في نهايه السنه احسن حد على مدار السنه قدم وعمل الشروط صح وكل التفاصيل صح. ساعتها بيبقى هو من الكي انفلونسرز اللي هيقدروا يسافروا كوريا على حسابهم طبعا. يعني انت مش هتدفع اي حاجه ولا يعني كلها تبقى مجانيه. انا معرفش المده بتبقى قد ايه بالظبط، بس بتروح تتكرم هناك وبتسافر كوريا بقى. الشهاده التطوعيه الثالثه معانا وهي كوريا نت. لو انت بقى شخص بتحب تكتب مقالات وبتستمتع قوي في ان انت تكتب مقالات، لا مفيش فيديوهات هنا عباره عن كتابه المقالات. شخص بقى بتحب تكتب مقالات وبتعبر عن رايك بالمقالات، تقدر ان انت تقدم على كوريا نت. وبرده ده برنامج تبع الحكومه الكوريه. انت بتكتب مقالات بتنشر فيها الثقافه الكوريه، يعني بتكتب مقالات عن كوريا هنا في بلدك عامه وبتنشرها عن طريق المقالات. انا اتكتب عني مقاله لما كنت طلعت على قناه DMC وعملت مقابله مع السفير الكوري السابق. هو ده بقى برنامج كوريا نت. يبقى كوريا نت ده عباره عن كتابه مقالات، عكس كي انفلونسر وهو اللي هو عباره عن نشر فيديوهات للثقافه الكوريه. لكن في كوريا نت احنا بننشر الثقافه الكوريه عن طريق كتابه المقالات. لو انت شخص بتعرف تكتب فدي هي فرصتك. بنقدم ازاي على كوريا نت؟ برضو بنتابع المركز الثقافي الكوري، البيج بتاعتهم او السفاره الكوريه بينزل التقديم في الوقت اللي بينزل فيه، يعني في الميعاد بتاعه بيبقى فيه الموقع. بندخل على الموقع بنملى الاستماره كلها، اسمنا والتفاصيل دي كلها. طبعا عكس كي انفلونسر احنا لما بنقدم في كوريا نت بنقدم طبعا بنملى الاستماره زي ما قلت لكم. المواقع بتنزل على بيجات السفاره وبيجات المركز الثقافي الكوري، بنملى الاستماره كلها وبنشوف التفاصيل اللي بيطلبوها مننا. بس عكس كي انفلونسر احنا كي انفلونسر بنحط روابط الفيديوهات بتاعتنا اللي بننشرها في صفحاتنا علشان يدخلوا يقدروا يشوفوها ومن خلالها يشوفوا انت مؤهل ولا لا. لكن كوريا نت بتبعت لهم بتكتب لهم مقاله، يعني بتكتبوا لهم مقاله تجريبيه عن كوريا بيشوفوا من خلالها انت مؤهل ان انت تبقى معاهم مراسل فخري في كوريا نت وتنشر الثقافه عن طريق كتابه المقالات ولا لا. فلازم تبقوا واخدين بالكم قوي وانتوا بتكتبوا المقاله دي، علشان على هذه الاساس هتحدد لك اذا كنت هتتقبل في كوريا نت وتبقى مراسل فخري ولا لا. وبكده اكون انا قلت لكم على الشهادات التطوعيه اللي هي تزيد فرصتكم للسفر لكوريا، للدراسه، لمنح، لشغل. كل الشهادات دي هتزيد من فرصتكم انتوا كمحبين الثقافه الكوريه، وبتثبت للجهات اللي انتوا هتروحوا فيها زي المنح والدراسه او السفر ان انتوا قد ايه اشخاص مجتهدين مثابرين وبتتطوعوا في حاجات وبتاخدوا شهادات كويسه جدا. دي كده حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان هي مع نهايه السنه لو انت قدمت صح وعملت كل الشروط صح ومشيت بالطرق اللي هم بيقول لك عليها بالظبط وبقيت من الاوائل، فممكن ده يزيد فرصتكم برضو ان انتوا تسافروا. كانفلونسر بيسفروا مع نهايه السنه شخص اللي هو عمل كل الشروط صح في السنه كلها. كوريا نت كذلك بيسفروا على نهايه السنه الشخص اللي عمل الشروط كلها صح وكتب المقالات صح. زي ما انتم شايفين الشهادات مفيده جدا كسفر، اذا كان تبع كانفلونسر او كوريا نت، او سفر ليك انت شخصيا، او سفر تبع منحه او دراسه او شغل. ودي كده كل الشهادات التطوعيه اللي انا قلت لكم ان انا هعمل لكم فيديو عنها. بما اني عملت لكم فيديو المنح وقلت لكم ان الشهادات التطوعيه دي بتزيد فرصتكم، فهي لازم تركزوا في الشهادات دي علشان دي برضو اللي هيقدم على منحه ومعاه ال3 شهادات دول هيكونوا من الناس اللي فرصتهم حلوه ان هم يتقبلوا في المنحه. وانتوا حابين تقدموا على انهي جهه، كانفلونسر ولا كوريا نت ولا الداعم الرقمي؟ ولو في اي حاجه عن كوريا فاعرفوا ان هنا في القناه دي هتلاقوا كل التفاصيل عن كوريا. انا مش هسيب لكم حاجه غير لما اساعدكم بيها ان شاء الله. فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشيروا للناس علشان يستفيدوا زي ما انتوا استفدتوا. انيون.